في فيلا كبيرة في التجمع الخامس، ست جميلة جدا لابسة شيك وعندها فلوس تكفي بلد. كل اللي يشوفها يقولك دي ست عايشة في نعيم. بس اللي محدش كان يعرفه إن تحت الفيلا دي بالظبط، تحت رجلين الناس اللي بتزورها وبتشرب عندها قهوة، كان في سر مدفون. مش سر واحد، 5 أسرار. 5 رجالة دخلوا حياتها، اتجوزوها، وبعدها اختفوا من على وش الأرض. ناس قالت سافروا، وناس قالوا سابوها، وهي بتسمع الكلام وتبتسم. بس التفصيلة اللي فضحت كل حاجة في الآخر ما كانتش تحقيق ولا اعتراف، كانت في إيد واحد ماسك موبايله بيصور حاجة تانية خالص، وما كانش يعرف إنه بيصور أخطر جريمة في المحافظة. لو النوع ده من القصص بيضايقك أو بيقلب عليك مواجع، تقدر تسيب الحلقة دلوقتي وربنا معاك. لكن لو قلبك جامد وعايز تعرف الحكاية من أولها لآخرها، خليك معايا لحد النهاية، ومتنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدينا اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو يوصل لناس أكتر. ويلا بينا، خليني أحكي لك القصة من الأول. في محافظة كفر الشيخ سنة 2011، في قرية صغيرة كانت عايشة بنت اسمها نغم، لسه في تانية ثانوي. بنت هادية وشاطرة وجميلة جدا، عايشة مع أبوها وأمها في ستر. أبوها كان مدرس بسيط دخله على قده، بس البيت كان مليان حب، وكان بيدلعها وبيقول لها انتي أميرة البيت. لحد ما في يوم وهو راجع من المدرسة حس بتعب في صدره، وقبل ما يوصل المستشفى كان ربنا افتكره. نغم في يوم وليلة خسرت السند اللي كان بيحميها، وما كانتش تعرف ان اللي حصل ده كان اول الحكاية. بعد سنة امها اتجوزت راجل من نفس القرية اسمه صبحي، والناس قالت الست محتاجة راجل يسندها. صبحي في الاول كان عادي بيشتغل في ورشة، لحد ما اتعرف على شلة سوق في القهوة اللي بيقعد فيها، ناس بتتعاطى حاجات تودي في داهية. دخل معاهم من غير ما يحس، وبقى عبد للحاجة اللي بيتعاطاها. يرجع البيت عينيه حمرة ودماغه سرحانة، مش عارف هو فين. والبيت اللي كان مستني الطمأنينة دخل عليه رعب من نوع تاني خالص. صبحي في الليالي اللي بيرجع فيها مش واعي ما كانش بيبقى هو، كان بيبقى وحش. وفي ليلة وأم نغم كانت بتزور جارتهم، حصل اللي ما كانش المفروض يحصل أبدا. صبحي وهو مش في وعيه دخل على نغم أوضتها، والبنت الصغيرة خسرت في الليلة دي أعز ما تملك، وخسرت الإحساس بالأمان للأبد. فضلت ساكتة، وأول ما أمها رجعت حاولت تلمح، بس أمها خافت على البيت وعلى كلام الناس وقالت لها اسكتي، ده كلام لو طلع بره هيخرب بيتنا. وهنا نغم فهمت إنها بقت لوحدها. اللي كسر ظهر نغم إن الحكاية ما وقفتش عند المرة دي. صبحي كل ما يغيب عقله يرجع لنفس الجريمة، والبنت كل ليلة تنام خايفة من الباب لما يتفتح. أمها شايفة وساكتة، والموضوع مدفون جوه 4 حيطان، محدش بره البيت يعرف عنه حاجة. نغم بقت بتقابل الجيران الصبح بابتسامة ميتة، شايلة جواها سر بيموتها، عارفة انها لو اتكلمت هي اللي هتتلام. ماتت من جواها، ماتت وهي لسه عايشة. بطلت المدرسة وبطلت تضحك، وبقت تبص للرجالة كلهم بنظرة واحدة، خوف مخلوط بكراهية. واتزرعت جواها فكرة سودة ان الراجل مخلوق بيوجع ولازم يتعاقب. الفكرة دي كانت وقتها مجرد ألم بنت مكسورة، بس مع السنين الفكرة هتكبر وهتتحول لحاجة تانية خالص. نغم استحملت سنة كاملة الجحيم ده لحد ما حست إنها لو فضلت هتموت، فقررت تهرب. في يوم وصبحي نايم وأمها كانت في السوق، لمت شوية هدوم في شنطة وطلعت من غير ما تبص وراها.
ما كانش معاها غير كام جنيه وقلب مكسور، وقررت إنها مش هترجع تاني. ركبت أول ميكروباص طالع من البلد، ومش عارفة هي رايحة فين. كل اللي كانت عارفاه إنها عايزة تهرب، والمكان اللي كل الغلابة بيروحوا له لما الدنيا تضيق بيهم كان القاهرة، المدينة اللي بتبلع الناس وممكن تعمل من بنت زي نغم حاجة محدش يتخيلها. نغم وصلت القاهرة تايهة وخايفة، مش عارفة حد ولا معاها حاجة، بس اللي جواها من إصرار كان أقوى من الخوف. قعدت أول كام يوم تنام في محطة أتوبيس وبتدور على أي شغل يسترها. لفت على محلات كتير وكلهم كانوا بيبصوا لها بنظرة غريبة، لحد ما وصلت لمحل بن كبير في وسط البلد. محل قديم وليه سمعة وريحته مالية الشارع. صاحبه راجل في الستينات اسمه الحاج فؤاد هادي، وشه فيه طيبة وعينيه فيها حزن قديم. نغم طلبت تشتغل عنده، وشكلها كان بيحكي كل حاجة. بنت تعبانة جعانة وخايفة. الحاج بصلها وحس ناحيتها بإحساس ما كانش يعرف مصدره، وقال لها تعالي بكرة جربي معايا. نغم طلعت شاطرة جدا، بتفهم بسرعة وبتتعامل مع الزباين بذكاء شديد، وبتوصل الليل بالنهار من غير ما تشتكي. شوية شوية الحاج وثق فيها وسابها على الكاشير وبعدها على الحسابات، ولقى فيها البنت اللي حرم ربنا منها بعد ما مراته توفت من غير عيال. ومرت السنين والراجل وسع في شغله لحد ما بقى عنده سلسلة محلات بن ليها اسم كبير في القاهرة كلها، وعين نغم مديرة على الفروع كلها. كان بيعاملها معاملة إنها بنته، ونغم لأول مرة من بعد أبوها حست بحضن أب وحبته بجد. ومن زمان الحاج كان في فيلته بواب قديم اسمه عم رجب، راجل بسيط وأمين. الحاج هو اللي جابه وستره ووظفه، وعم رجب بيدين ليه بكل حاجة في حياته، وبيحب نغم وبيشوفها أكنها بنت الحاج. وتعدي الأيام وجات الساعة الصعبة لما الحاج عي. كان تعب بسيط في الأول، وبعدين المرض تقل عليه وقعد في السرير. نغم وقفت جنبه، وقفة أكنها بنته الحقيقية. سابت حياتها كلها وقعدت معاه 24 ساعة تجهز له الدواء حاج فؤاد وتسهر جنبه الدواء. بالليل. الراجل كان بيتأمل فيها وعينيه بتدمع وبيقول جنبك. يا رب أنا عملت إيه عشان أستاهل بنت زي دي في آخر عمري. ونغم ما كانش في دماغها ولا قرش من فلوسه، هي كانت بتراعيه من قلبها عشان هو الوحيد اللي رد لها إحساسها بإنها إنسانة ليها قيمة. المرض اشتد والحاج حس إن أيامه بتقرب. قعد يفكر، أنا عندي 100 مليون جنيه وأملاك وفروع ومحدش ليا في الدنيا غير البنت دي اللي وقفت جنبي. فاتصل بالمحامي بتاعه وقرر يكتب كل أملاكه باسم نغم. المحامي اتردد وقال له يا حاج دي ثروة كبيرة، فكر كويس. بس الحاج كان أخد القرار وقال له البنت دي أوفى من أي حد، وأنا لو ما كرمتهاش ربنا هيحاسبني. وفعلا اتكتبت الأوراق، الفيلا والفروع والملايين كلها بقت باسم نغم. لما نغم عرفت رفضت في الأول وعيطت، بس هو مسك إيديها وقال لها ده حقك، انت بنتي. وبعد أيام قليلة الحاج توفى وإيديه في إيدين نغم. البنت اللي دخلت القاهرة من كام سنة وما كانش معاها غير كام جنيه لقت نفسها فجأة من أغنى الأغنياء، فيلا في التجمع الخامس وسلسلة محلات وحسابات تكفي أجيال. ورثت معاها عم رجب اللي فضل في الفيلا وبقى دراعها اليمين، خصوصا إنها بتصرف عليه وعلى عيلته بسخاء شديد، فبقى ولاءه كله ليها. بس اللي محدش كان يعرفه إن الثروة دي في إيد بنت جواها جرح كبير هيتحول لسلاح. نغم حزنت على الحاج حزن حقيقي، وبعد ما اتدفن
قعدت لوحدها في الفيلا الفاضية، وبدأت الذكريات ترجع ليها. صورة صبحي، وصوت الباب وهو بيتفتح عليها بالليل، وصوت أمها وهي بتقول اسكتي. وهنا في وسط الفلوس والفراغ الجرح القديم اتفتح من تاني. نغم قعدت شهور بتوجعها الذكريات، ما كانتش قادرة تنام، وكل ما تغمض عينيها تلاقي وش صبحي قدامها. راحت لدكاترة نفسيين وجربت تنسى، بس الجرح اللي اتزرع جواها وهي صغيرة كان أكبر من أي علاج. وصلت لقناعة مرعبة إن كل الرجالة زي صبحي، وإنها لو ما خدتش بحقها الجرح مش هيتقفل أبدا. ما كانتش عايزة فلوسهم، هي غنية بما فيه الكفاية. نغم كانت عايزة تشوف الراجل وهو بيتكسر وبيتذل وبيتعرى من كل حاجة زي ما هي اتعرت، وتبقى هي اللي ماسكة الخيوط في ايديها. نغم حطت لنفسها قاعدة: الراجل اللي هتختاره لازم يكون وحيد تماما، ملوش حد، عشان لما يختفي محدش يدور عليه. وحطت خطة محسوبة خطوة بخطوة عشان توصل للنهاية اللي هي عايزاها، والنهاية دي محدش كان هيتخيلها أبدا. نغم نزلت إعلان: سلسلة محلات بن مطلوب لها بياعين للفرع الرئيسي. جه ناس كتير، وهي كانت بتعمل انترفيو لكل واحد بنفسها، مش بس بتسأله عن خبرته على قد ما بتسأله عن حياته. ساكن مع مين؟ أهلك فين؟ متجوز؟ وكل ما تلاقي واحد وحيد ملوش حد تحط علامة جنب اسمه، لحد ما وصلت لشاب اسمه تامر. طلع من محافظة تانية، عايش لوحده في شقة إيجار، وأهله بعيد وعلاقته بيهم مقطوعة. تامر فرح جدا لما عينته جنبها، وما كانش يعرف إنه اختار بإيده أول خطوة في طريق ما فيهوش رجوع. نغم بدأت تقرب منه وتخليه يحس إنه مميز، والشاب المحروم من الحنان وقع في حبها بسرعة، وهي كانت بتمثل الحب بإتقان مرعب. وفي شهور قليلة تامر اللي ما كانش يحلم إن ست في مكانتها تبصله لقاها بتعرض عليه الجواز. اتجوزوا فرح صغير وخليته يسكن معاها في الفيلا. تامر كان فاكر إنه دخل الجنة، وهو في الحقيقة دخل القبر. هنا بدأ الجزء الشيطاني. نغم بتعمل لتامر كل يوم فنجان قهوة بإيديها وتقول له دي عادتنا الصبح، بس اللي ما كانش يعرفه إنها بتحط في القهوة مادة معينة، كمية بسيطة كل يوم مش قوية عشان ما يحسش، بس بتتراكم في جسمه. تامر بدأ يحس بتعب ودوخة ووجع في معدته، وشكله بدأ يصفر. راح للدكاترة ولقوا كبده وكلاويه بيتعبوا، بس ما عرفوش السبب. ونغم بتوديه بنفسها وبتمثل القلق، وهي اللي بتموته واحدة واحدة. المادة ديت كانت بتخرب جسمه بالبطيء بحيث يبان مريض بفشل في الأعضاء، والمرض ياخد شهور عشان الموت يبان طبيعي. بعد كام يوم نغم قعدت معاه وقالت له لازم نبقى حاجة واحدة، امضي على الورق ده، والورق ده ما يمضي عليه معناه انه بيكتب كل اللي يملكه لنغم. هو ما كانش يملك كتير، بس القصة مش قصة قيمة، هي عايزة النهاردة تعريه تماما من كل ما يملك قبل ما تعريه من روحه. وبعد حوالي 7 شهور تامر بقى تعبان وما بقاش يقدر يقوم، والدكاترة قالوا كبده باظ، ومحدش فهم ليه شاب صغير يتعب بالمنظر ده. وفجأة ولما نغم اتأكدت ان جسمه انهار زودت الجرعة، وتامر في يوم قفل عينيه وما صحيش تاني. نغم قعدت جنبه وما كانش في عينيها ولا دمعة، حاسة براحة غريبة كأن جزء من الجرح بتاعها اتقفل. نغم ما بلغتش، عشان لو بلغت هيجي الطب الشرعي ويكشف، وتامر محدش بيسأل عليه. فنغم بمساعدة عم رجب نزلوا جثته لبدروم الفيلا بهدوء، وعم رجب حفر ودفنه، وهو بيطبطب على ضميره بأن ده أمر من بنت الحج
اللي بتصرف عليه. رجب من غير ما يدري كان بيغرق معاها في دم لحد رقبته. ولما الناس القليلين اللي يعرفوا تامر سألوا، قالت لهم إنه سافر وسابها، ومحدش سأل تاني لأن تامر ما كانش ليه حد. تامر اختفى وكأنه ما كانش موجود، ونغم ما حسيتش إن الجرح قفل زي ما تخيلت، حست إنها عايزة تكرر. وهنا بدأ المسلسل. نغم قررت نفس الإعلان، نفس النوع، راجل وحيد ملوش حد، والمرة دي جالها راجل اسمه رؤوف، أربعيني، مطلق، من غير عيال. نفس السيناريو من الأول للآخر، القرب، الحب، الجواز، الفيلا، القهوة، المرض، لحد ما نزل بدروم جنب تامر، وعم رجب حفر ودفن تاني. وتكرر السيناريو ده تالت ورابع مرة. راجل اسمه جلال وراجل اسمه وحيد، كل واحد نسخة من اللي قبله، وفي كل مرة عم رجب هو اللي بيحفر ويدفن من غير كلام. البدروم بقى فيه 4 جثث، وكل واحد الناس فاكراه سافر أو ساب مراته. نغم بقت زي الآلة، بتكرر العملية بدم بارد، وبتفتكر إن ده انتقام، وإنها بتاخد حقها من صبحي في كل راجل بيدفن تحتيها. في الوسط اللي نغم بتتحرك فيه بقت شخصية غريبة، ست شابة جميلة غنية وبرضه لوحدها. كل شوية يسمعوا إنها اتجوزت وبعدها جوزها يا مشي يا سافر. الكلام بدأ يلفت النظر، بس محدش قدر يقول حاجة لأن كل راجل فيهم ما كانش ليه أهل يسألوا عنه. ونغم دايما كان عندها تفسير مقنع، والناس كانت بتصدقها وتقول مسكينة ملهاش حظ. محدش تخيل إن الست دي هي القاتلة، وإن الرجالة اللي مشوا ما مشيوش، دول تحت رجليهم وهم واقفين في الصالة بتاعتها بيشربوا القهوة. نغم كانت واثقة إنها فوق الشبهات، مفيش جثة ولا بلاغ ولا حد بيسأل، بس من كتر ما اطمأنت وقعت في أخطر فخ لأي مجرم، الغرور والروتين. بقت بتعمل نفس الحركات كل مرة من غير ما تتخيل إن حاجة صغيرة بره حساباتها ممكن تكشف كل حاجة. والحاجة دي كانت جاية من الضحية الخامسة اللي هيتعين زي اللي قبله، بس هيطلع مختلف تماما. نغم نزلت الإعلان للمرة الخامسة واختارت راجل اسمه يحيى، تلاتيني، هادي مؤدب، شكله بيوحي بالطيبة والوحدة. قال في الانترفيو إنه لوحده في الدنيا، أمه وأبوه ماتوا وما عندوش إخوات، وجه القاهرة يدور على رزق. كل كلمة كانت بالظبط اللي نغم بتدور عليه، فحست إن لقمة سهلة وعينته ومشيت في خطتها بثقة وغرور. بس اللي ما كانتش تعرفه إن يحيى مش كل اللي بيقوله كان صح. يحيى كان عنده صاحب عمر واحد بس اسمه كريم، كان بالنسبة له أكنه أخوه. كريم كان الشخص الوحيد اللي بيسأل عليه كل يوم. والأخطر يحيى نفسه من أول ما اشتغل عنده حس إن في حاجة مش طبيعية. راجل ذكي وعينه بتقرأ الناس، لاحظ نظراتها واهتمامها بيه الغريب والزيادة، وسمع همس الموظفين عن أزواج المديرة اللي كلهم سافروا. ما قالش حاجة، بس قرر يفتح عينيه كويس ويشوف الست دي بتلعب ايه. نغم قربت منه بنفس طريقتها، هو كان سايبها وبيسايرها، بس من جواه كان فاتح كل حواسه. لما بصت له بنظرات الحب مثل انه اتكسف وفرح. ولما اتجوزوا ونقلته الفيلا دخل وهو عارف انه داخل بيت فيه سر، ومصمم يوصل للسر ده. اما دخل الفيلا لاحظ باب البدروم المقفول وعم رجب اللي بيتحرك في صمت وعينيه فيها خوف مكتوم، والأهم فنجان القهوة اللي كانت نغم بتصر تعمله بإيديها كل يوم وبتقف تتفرج عليه وهو بيشربه. أول كام يوم شرب عادي، بس حس بدوخة خفيفة،
فربط الخيوط مع بعض، القهوة اليومية وأزواج قبليه عيوا وسافروا، وباب بدروم مقفول، فبقى ياخد الفنجان بابتسامة، وأول ما نغم تودي وشها الناحية التانية كان يفضي القهوة في حوض الزرع ويرجعها تاني كأنه شربها، وبيمثل إنه بدأ يتعب عشان يطمنها. نغم كانت فاكرة إن الفار وقع في الشبكة، وهي ما كانتش عارفة إن الفار ده بيراقبها وبيجمع لها. وفي نفس الوقت كان بيعمل خطوة بره. صاحبه كريم حس إن صوته اتغير وبقى بيتكلم بحذر وكأنه خايف. يحيى قال له: أنا داخل في حاجة ما تطمنش، لو غبت عنك فجأة يا كريم ما تصدقش إني سافرت، دور عليا يا كريم. كريم سأله: قصدك إيه؟ قال له: أنا لسه بتأكد وهقول لك قريب كل حاجة. الكلام ده كريم حفره في دماغه وبقى مستني إشارة. نغم قعدت معاه وقالت له: تعالى نظبط أوراقنا زي ما عملت مع اللي قبله، إحنا دلوقتي بقينا واحد. ويحيى عشان يكمل التمثيل وافق ومضى، بس كان بيسجل كل حاجة. الست اللي فاكرة إنها بتصطاد كانت في الحقيقة وقعت في شبكة بتلف حواليها بهدوء. بعد كام أسبوع نغم بدأت تحس إن في حاجة غلط. كل الرجالة اللي قبله في المرحلة دي كانوا بيكونوا حيانين في السرير، لونهم مصفر ومش قادرين يقوموا، لكن يحيى رغم إنه بيشتكي لسه بيصحى عادي ولونه طبيعي. هي بقت خبيرة وشافت المرحلة دي من المرض 4 مرات قبل كده، فليه يحيى مختلف؟ وهنا قررت تتأكد بنفسها. في يوم عملت له القهوة زي ما بتعملها كل يوم وطلعت، بس رجعت بهدوء. وقفت ورا الباب تراقبه من فتحة صغيرة وشافت المشهد اللي قلب كل حاجة. يحيى بص يمين وشمال واتأكد إنها مش موجودة، وراح دالق القهوة في حوض الزرع ورجع الفنجان مكانه كأنه شربه. نغم اتخضت وحست إن الأرض بتتحرك تحت رجليها. الراجل ده عارف، ومش بس عارف، ده بيمثل عليها وبيلعبها بنفس لعبتها. الفار اللي كانت فاكراه في الشبكة طلع صياد بيراقبها من جوه بيتها. الرعب اتحول بسرعة لغضب وذعر. لو يحيى عارف يبقى ممكن يبلغ في أي لحظة، وما بقاش في وقت لسم بيتراكم في جسمه لشهور، لازم اتخلص منه دلوقتي قبل ما يتكلم. نغم اللي كانت بتقتل بدم بارد لقت نفسها لأول مرة مدفوعة بالخوف وبتكرر قرار متسرع. نغم قعدت طول اليوم بتمثل إنها عادية وهي بتخطط لنهايته في نفس الليلة. واللي ما كانتش تعرفه إن يحيى حس إن نظراتها اتغيرت، وحس إن الخطر قرب والوقت خلص. في أوضة النوم بعت رسالة أخيرة لكريم: لو ما ردتش عليك بكرة بلغ فورا وقول لهم على البدروم اللي تحت الفيلا، السر كله هناك، أنا ما سافرتش ولا هسافر. وحط الموبايل تحت المخدة وهو عارف إنه داخل ليلة مش عارف هيطلع منها ولا لأ. الساعة جت 10 بالليل. نغم عملت عشاء وقعدت معاه يحيى بتمثل أنا حب بحبك. لآخر أنا لحظة، عارف. لغاية ما الساعة بقت 11. قالت له: أنا تعبانة هنام بدري، وإنت خد راحتك. الساعة 12 يحيى دخل الأوضة عشان ينام، بس ما كانش نايم بجد، كان مغمض عينيه ومستني وقلبه بيدق. الساعة 1 بالليل نغم مشيت على أطراف صوابعها وبصت له ولقيته ساكت. فكرت إنه نايم وراحت جابت طفاية السجاير الرخام التقيلة من على الترابيزة. يحيى من تحت جفونه كان حاسس بحركتها، وأول ما رفعت إيديها بالطفاية فوق راسه فتح عينيه فجأة ومسك إيديها في الهوا قبل ما تنزل بيها على دماغه. نغم اتخضت والاتنين دخلوا في خناقة كبيرة. يحيى صرخ: القهوة اللي بتعمليها دي ايه؟ والرجالة اللي اتجوزتيهم قبل كده راحوا فين؟ والبدروم المقفول ده في ايه بالظبط؟
أنا عارف كل حاجة، أنا عارف إنك بتخبي حاجة خطيرة. ونغم كان كل اللي في دماغها إنه لازم يسكت. الخناقة كانت قوية واتكسرت حاجات في الأوضة والاتنين وقعوا على الأرض. يحيى كان أقوى، مسكها وقام وجري ناحية الباب عشان يهرب، بس نغم وفي لحظة يأس لقت الطفاية على الأرض، شالتها وجريت وراه وضربته على راسه من ورا بكل قوتها وهو بيفتح الباب. الراجل وقع وفضلت تضرب بيه وهي في حالة هستيريا لحد ما سكت خالص. الليلة اللي كان المفروض تبقى زي كل الليالي طلعت مختلفة لأول مرة، في دم وأثر مقاومة، والأول مرة نغم غلطت. الصبح كريم حاول يتصل بيحيى، لقى موبايله مقفول وافتكر الرسالة الأخيرة وحس إن مكروه حصل، وراح على طول قدم بلاغ باختفاء صاحبه وحكى لرجال الأمن كل حاجة وفتح لهم الرسالة. ما تصدقش إن سافرت، السر كله في البدروم. رجال الأمن أخدوا البلاغ بجدية، خصوصا لما عرفوا إن الست دي اتجوزت قبل كده وكل أزواجها اختفوا في سنين قليلة ومحدش منهم ظهر له أثر بعد كده. المعلومة لوحدها ما كانتش دليل، بس كفاية إن هم يفتحوا الملف ويحققوا. راحوا الفيلا وقابلوا نغم استقبلتهم بهدوء وبثقة، وقالت إن يحيى مشي من البيت بعد خناقة وإنها زعلانة. ولما سألوها عن الرجالة اللي اتجوزتهم قبل كده ردت بأسف وقالت حظي وحش في الرجالة، كلهم اتجوزوني عشان فلوسي، وأول ما كانوا بيفقدوا الأمل ياخدوا فلوسي كانوا بيمشوا. نغم مثلت دور الضحية باحتراف لدرجة إنهم حسوا إنها فعلا مغلوبة على أمرها. سألوها على البدروم فقالت ببساطة ده مخزن قديم فاضي، اتفضلوا تعالوا شوفوه. وكان فعلا شكله عادي، في كراكيب. دخلوا بصوا ملقوش حاجة، طلعوا وما عندهمش دليل، بس الشك كان موجود وما كانش سايب دماغهم. أما نغم ففكرت إنها نجحت تاني، بس المرة دي كان في حاجة بره حساباتها حصلت في نفس ليلة الجريمة وهي ما كانتش تعرف عنها أي حاجة. في نفس ليلة قتل يحيى كان في شاب اسمه باسم ساكن في فيلا جنبها وكان بينهم سور. باسم كان مهووس بالتصوير. الساعة 1 بالليل كان طالع على السطح بالكاميرا بتاعته يصور القمر اللي كان بدر وطالع شكله جميل. باسم ما كانش قصده يصور أي حاجة تخص جيرانه، بس بالصدفة جزء من الكادر كان في شباك أوضة نوم من فيلا نغم ونورها مولع. وبعد ما رفع الفيديو على صفحته عادي جدا وما خدش باله، بس بعد كام يوم لما الكلام دار في المنطقة عن اختفاء أجواز الست دي رجع يتفرج على الفيديو وركز في الشباك، وهنا اتصدم. ورا الإزاز كان باين ظل 2 بيتخانقوا وست بترفع ايديها بحاجة وبتنزل على راجل والراجل بيقع. المشهد بعيد وصغير بس واضح انه ضرب. عرف بالصدفة انه صور جريمة وضميره قال له انه لازم يبلغ، وفعلا راح لرجال الامن ومع الفيديو. رجال الامن ودوا الفيديو للمعمل الجنائي عشان يكبروا اللقطة، وفعلا بان المشهد اوضح. ست بتضرب راجل والراجل وقع على الارض في نفس توقيت اختفاء يحيى وفي نفس الفيلا. ده كان اول دليل مادي بيربط نغم بجريمة في بيتها. رجال الامن استخرجوا اذن من النيابة ورجعوا الفيلا، بس المرة دي عشان يقبضوا ويفتشوا. وهنا الخيط اللي اتفك الاول ما كانش نغم، كان عم رجب البواب اللي كان بيدفن معاها من سنين. اول ما شاف رجال الامن داخلين حس ان اللعبة اتكشفت، انهار على طول. راجل بسيط ضميره بيوجعه من زمان وشايل على ظهره 5 جثث دفنهم بايديه. اول ما ضيقوا عليه الخناق قعد يعيط، انا كنت بنفذ اوامرها، بس انا غلبان، كنت بنفذ اوامر بنت الحاج، انا ما قتلتش حد. وعشان يخفف عن نفسه
دلهم على الجثث تحت أرضية البدروم ووراهم الأماكن بالظبط. كسروا البلاط وحفروا، وظهرت الكارثة: 5 جثث مدفونين تحت الأرض. الست الهادية اللي كانت بتقدم لهم القهوة من كام يوم طلعت قاتلة، دفنت 5 رجالة تحت رجليها، والفيلا اللي الناس بتحسدها عليها كانت مقبرة. رجال الأمن قبضوا على نغم في الحال، ونغم أول ما شافت الجثث بتطلع وسمعت إن عم رجب اعترف انهارت. حاولت تنكر الأول، بس واجهوها بالفيديو وهي بتضرب يحيى، وباعتراف عم رجب ورسالة يحيى الأخيرة الكريم. وهنا نغم اعترفت بكل حاجة، اعترفت بطفولتها وجوز أمها صبحي والجرح اللي عاشت بيه، وإنها كانت شايفة كل راجل بيتجوزها هو صبحي وكانت بتنتقم منه. وحكت لهم على القهوة والسم والدفن، وإن يحيى كشفها فخافت وقتلته بالطفاية. وهي بتحكي ما كانش على وشها ندم قد ما كان في عينيها فراغ مرعب، فراغ بنت ماتت من زمان وفضل جسمها بيتحرك وبينتقم. رجال الأمن اتصدموا من برودها وهي بتحكي ازاي موتت 5 بأعصاب باردة. وهنا القضية اتحولت للمحكمة، وكانت من أكبر القضايا اللي هزت الرأي العام. 5 جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد ودفن الضحايا في بدروم البيت على مدى سنين. المحكمة سمعت كل حاجة: تقارير الطب الشرعي اللي أثبتت المادة السامة المتراكمة في رفات الجثث، وشافت الفيديو وشهادة كريم وباسم واعتراف عم رجب. محامي نغم حاول يتكلم الأول عن الصدمة النفسية وإنها مريضة، بس المحكمة شافت إن الجرائم مدبرة بذكاء ودم بارد على مدى سنين. ده مش تصرف لحظي، ده مشروع انتقام راح ضحيته 5 أرواح. وبعد جلسات طويلة المحكمة نطقت بالحكم: الإعدام شنقا لنغم، والمؤبد لعم رجب اللي شاركها في إخفاء الجثث. نغم وقفت في القفص وهي بتسمع الحكم، ما صرختش ولا عيطت، فضلت تبص في الفراغ بنفس النظرة الميتة اللي عاشت بيها. الست اللي بدأت حياتها ضحية حياتها خلصت وهي قاتلة، والجرح اللي اتعمل فيها وهي صغيرة حولها لوحش بيقتل بإيده. 5 أبرياء ما كانش ليهم ذنب غير إن هم كانوا وحيدين، ما كانش ليهم قرايب ولا أهل ووقعوا في طريقها. الحكاية دي بتوجعنا لأنها بتوري إزاي الظلم بيولد ظلم. نغم كانت ضحية حقيقية، بنت صغيرة اتكسرت ومحدش وقف جنبها، بس بدل ما تداوي جرحها خلته ياكلها من جوه وحولته لسلاح تنتقم بيه، تنتقم من ناس أبرياء ما كانوش السبب في وجعها. صبحي هو اللي غلط مش يحيى ولا اللي قبله. اللي بيوجعنا إن الضحية ممكن تتحول لجاني لو سابت الكراهية تحكمها، والجرح اللي مش بيتداوى بيتحول لسم، سم بيقتل الناس، ناس ما كانش ليهم ذنب. وفي درس تاني في قصة النهاردة: مفيش جريمة بتستخبى للأبد مهما كانت متقنة. نغم دبرت كل حاجة بذكاء واختارت الضحايا بتوعها محدش بيسأل عليهم، ودفنت أسرارها تحت الأرض. بس شاب طلع بيصور القمر ما كانش يقصد حاجة، هو اللي قلب كل حاجة. اللي بنى حياته على إن حق الناس هيضيع تفاجأ إن العدل بيجي من أبسط طريق ما كانش في الحسبان. وسؤالي ليكم النهاردة: نغم اتظلمت وهي صغيرة، والظلم ده هو اللي كون الوحش جواها. في رأيكم الشخص اللي اتكسر بالطريقة دي وهو صغير بيتحمل مسؤولية كاملة عن اللي بيعمله بعدين، ولا الظلم اللي اتعمل فيه بياخد جزء من اللوم؟ مستني رأيكم في التعليقات، ومتنساش الاشتراك في القناة واللايك لو الحلقة عجبتك، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة اللي جاية. سلام.
بنت بسيطة دخلت فيلا تشتغل وطلعت آخر واحدة تشوف اللي كانت قبلها بتشوفه. فيلا فخمة، شغل الأحلام وابتسامات كلها دفى. راجل وعدها بالدنيا وخانها بعد ما أخد منها أعز ما تملك. بس في دفتر صغير كان مستنيها. اللي بيعرف كتير في الفيلا دي بيتحول لحادثة. بس البنت اللي كلهم فاكرينها الفريسة قلبت اللعبة على اللي نصبوا ليها الفخ. ليلة واحدة بتقرر مين الصياد ومين الفريسة.